صباح الخير عليكم. مرحبا بكم جديد في قناة شهوات من الزيت. اليوم ان شاء الله جيت باش نشارك معكم واحد الكيك اللي زوين كذلك ورائع وبمقادير بسيطة وسهلة، وتقدروا هاد الكيك تعتمدوا على هاد المقادير وتنوعوا وتخرجوا منه يعني انواع عديدة من الكيكات. كيف ما كتشوفوا عندي في المقادير 2 بيضات، كاس ديال السنيده، كاس الا ربع ديال الزيت، كاس ديال الحليب، 2 كيسان ديال الدقيق ونصف. انا حطيت غير 2 كيسان، ما بغيتش نقوي عليا قوه المواعن. عندي 2 خمارات، عندي قبيصه ديال الملحه، معلقه ديال الكاكاو وقطرات ديال الفاني. صافي غنبداو بسم الله على بركه الله. كنديروا البيض في الانيه اللي غادي نخدموا فيها وشويه ديال الملحه والسنيده، وغادي نطربوا مزيان بالضراب الكهربائي. غادي نضيف شويه ديال قطرات الفاني وغادي نبدا في التطريب. ضروري ما نطربوا البيض مع السكر حتى يطلع مزيان وابيض الخليط باش نكونوا يعني ضمننا اننا ما غاديش يهبط لنا الكيك من بعد. دابا غادي نضيفوا الزيت شويه بشويه باش كينسجم مع البيض والسكر وكيبقى القوام مهوي، ما تيطيحش لنا البيض، كيبقى الخليط كثيف. بعد ما غادي نكمل الزيت غادي ندوزو للمرحله المواليه اللي هي نضيفوا الكاس ديال الحليب ونطربوا شويه، ومن بعد نقدروا نحيدوا الطراب الكهربائي ونخدموا غير اليدوي. لكم الاختيار، غير هي من بعد يعني غتطربوا غير ببطء. صافي بعد ما ضفت هذاك الكاس ديال الحليب، الدقيق اللي هو يا مغربل من قبل كيف قلت لكم 2 كيسان ونصف ديال الدقيق، باش كيجينا الكيك القوام ديالو مزيان وتيجي خفيف ما كيجيش ثقيل. هنايا كذلك ضفت هذيك المعلقه ديال الكاكاو و2 خمارات، وغادي نستمر في التحريك حتى ينسجم الخليط مزيان. وانتم عارفين القوام ديال الكيك كيفاش خصو يكون. نطربوا ببطء. صافي، والعنصر الرئيسي اللي ما ذكرتش لكم في المقادير لانني ما كانش يعني ممكن انني نحط القرعه كلها ديال الخل، غنضيفوا معلقه كبيره مملوءه ديال الخل. وشوفوا القوام ديال الكيك كيف كيجي. عندي هنايا هذا المول ديال الزاج اللي دهنته هو الاول، عاد درت واحد الدائره ديال البابي سولفيريزي باش نضمن ان الكيك ديالي ما يلصقش ليا في المول، لانني عاد بغيت نسقيه من تحت. صافي دابا غادي نصب الكيك ديالي في المول، وحنا كنصبوه، حنا كنرفعوا اليد ديالنا اللي فوق الخليط نكبوه، وحنا كنهزو يدينا باش كيجي مهوي. صافي الفران انا ما تنسخنش الفران ديال الغاز، ودرجه الحراره راكم عارفين درجه الحراره ديال الفرن الغازي تكون هابطه وما كنشعلوش حتى كنحط الكيكه ديالي في الفران عاد كنشعل. ومده الطهي كذلك حسب الفرن اللي عندكم، ماشي بحال الفرن الكهربائي. صافي بعد ما طاب الكيك ديالي شوفوا كيف خرج. انا تعمدت انني نديرو في هذا المول ديال الزاج اللي كبير شويه، ما بغيتش الكيكه تجيني عاليه وهذا يعني الطروفه يجيوني غلاط بزاف. نتوما ممكن ديروا مول دائري ولا مربع، ويعني حتى القياس نتوما لكم الاختيار. المهم هو انكم تجربوا هذا الكيك هذا، والله الا كيجي رائع ومفشفش. صافي شفتوا حيت له البابي سولفريزي بسهوله ورجعته في المول وتقبته بالشوكه. مشى ليا التصوير ما صورتش، تقبته بالفورشيط ودرت له هاد الصلصه هذه. نتوما ممكن ديروا اي صلصه بغيتو. هذه الصلصه ديال كاس ديال السنيده، كاس ديال الزيت، وكاس ديال
الكاكاو صافي كنديروهم فوق النار حتى كيعقلوا مزيان. كندير معاهم معلقه ديال مايزينا صافي كيغلى شويه. والكيك يا اما الكيك سخون والصلصه بارده ولا الكيك بارد والصلصه سخونه. بعد ما كنكونوا تقدناها كنسقيوها مزيان 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 صافي. وهنايا غادي نشارك معكم واحد التقطاع ديال الكيك اللي كيجي زوين. انا راه قطعت الكيك ديالي على 8 ديال القطع مثلثات. كنقسموا الكيك على 2 وكل نصف كنقسموه على 4. عاد كنديروا هاد التقطيعه هادي كل مثلث كنقطعوه من التحت على 2 بحال ما هكا. هانتوما راه كيبان لكم هنايا واحد الخط فين كتبدا كتدخل الصلصه. شوفوا انا راه قطعت وصبيت الصلصه. شوفوا كتبقى كتدخل بوحديتها، ها هي كتراسى بوحديتها صافي. وكنقطع من الجوانب من التحت كيف شفتوا في اول الفيديو. الصوره كتجي روعه في التقطاع وفي التقديم كذلك. صافي غنبقى مستمره في التقطيع ديالها بحال ما هكا حتى غادي نكملها. وغادي نزين بالقرقاع. انا دائما في التزيين كنستعمل القرقاع لانه هو اللي كيكون موجود عندي دائما وكنعتمد عليه صراحه في ليكيك وفي التزيين ديال الحلويات والمخبوزات. كيعجبني انا الكيك بزاف. كيعجبني القرقاع بزاف مع الشكلاط. شوفوا ما حدا هي كتنشف والصلصه كتدخل وكيتراصاو دوك الطروفه صافي. كيف قلت لكم غير شويه ديال القرقاع كنهرسو بين يديا بحال هكا وكنزين به وراها كتحيد بسهوله. شوفوا جات مسقيه ويلا سقيتها وقطعتها. يعني الا خليتوها حتى شربت مزيان كتجي روعه 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 الصراحه. وتقدروا تسقيو الكيك هو الاول بشي سيرو ولا مثلا بالحليب مع القهوه. تبارطاجيو الفيديو وتشاركوه مع الاصدقاء والاحباب باش تعم الفائده وتشجعوني. وشكرا.